بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وصلنا يا حبايبي للخميس الثاني من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس اللي هو أيام ربيع العمر. احنا قلنا الأسبوع الأولاني ده اللي معناه الاستعداد للجهاد الروحي، الأسبوع الثاني طبيعة الاستعداد. فيوم الخميس طبيعة الاستعداد اللي هو يبقى عندي دستور في الاستعداد. يقول كده في نبوة القداس: وقال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. أما قريت يا حبايبي الآية دي ابتديت أكلم نفسي وأقول لربنا: إزاي يا رب أصل لدرجة القداسة عشان أرى العجائب من إيدك؟ ده يا رب ده أنا إنسان ضعيف الإرادة، ده أنا يا رب إنسان مليان بالشهوات والنزوات والأتعاب والضعفات والسقطات، ده أنا يا رب صغير إن أنا أقف قدام أصغر عضو في جسدي وقومه، وليكن اللسان زي ما نسمع كده قرايات الكاثوليكون. يقول كده الكاثوليكون: أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. كيف يا رب أدنو منك إن لم ترسل لي أحد السرافيم معاه جمرة من المسبح يطهر بي شفتي يطهر بي فمي. ده أصغر عضو فيا يا رب، لساني مش بقدر أقدر أقف قدامه. ألا تعلم يا رب إني إنسان ضعيف محتاج زي ما عملت مع أشعياء النبي إن أنت تطهر فمه بجمرة من على المسبح، فأنت يا رب تستطيع أن تطهرني. وأنا عارف يا رب إن أنت هتقول لي أنا قدامك كل يوم، أنا مش هبعت لك جمرة من على المسبح، ده أنا هاجي بنفسي معايا جسدي ودمي من على المسبح. كل ما تتناول وانت بتتوب وانت مستمر وماسك فيا، اللي يحصل يتطهر فمك على طول. اريدك يا رب تخلصني من ضعفاتي من خلال ان انا اتناول من جسدك ودمك الطاهر، اتطهر باستمرار، فارى عجائب منك باستمرار. والهنا المجد الدائم ابديا امين.